فضيحة القرن الطامة الكبرى، مهزلة، كارثة، المهم كل الأسماء مشروعة ومباحة لوصف ما حدث بسحب كأس إفريقيا من السنغال ومن حال المغرب. تداعيات مستمرة، ولكن لا بأس الآن أن نعطي التفاصيل بلغة القانون مع خبيرنا محمد زكريني، اللي صراحة حتى هو محتار، لم يجد الكلمات المناسبة ولم يفهم ما حدث، لأنه أمر غريب بأتم معنى الكلمة. أليس كذلك محمد؟ نعم، بكل صراحة أمر غريب كما قلت كريم. لم تحدث في تاريخ كرة القدم العالمية، ليس الإفريقية فقط، أن سحبت كأس من أي منتخب بعد أن فاز على أرضية الميدان بالأداء والنتيجة. بكل صراحة الكاف دخلت في نفق مظلم، ومن الصعب أن تخرج منه سالمة، نقولها بكل صراحة. الذي حدث مساء أمس في موقع الرسمي للكاف بسحب كأس إفريقيا من السنغال وإعطائها للمغرب حدث غير مقبول وغير مسؤول من طرف مسؤولي الكاف. لهذا أنا أقول لجنة الطعن للكاف أخطأت في تحرير أو تفسير المادة 42 من قانون الكاف. المادة 42 تقول أن أي فريق أو أي منتخب ينسحب أو يغادر أرضية الميدان ولا يعود تحتسب منهزم ب3-0 زائد غرامة مالية. ولكن في النهائي لم نرى المنتخب السنغالي انسحب نهائيا، ولم نرى، إذا أردت أن تقول انسحب، كيف لعب الوقت الإضافي، كيف نفذ ضربات الترجيح، كيف فازت السنغال، أعطيت لها الميداليات بحضور الشخصيات العالمية، وعلى رأسها أنفانتيني، وعلى رأسها موتسيبي، على رأسها كلهم حضروا وقدموا الكأس وقالوا بأن المنتخب السنغالي هذا. والأدهى أمر في كل هذا أن نرجع للمادة 5 من قانون اللعبة، ألا وهي الحكم. الحكم لم يعلن أو يرسم توقيف المباراة، أو بل أكمل المباراة إلى نهايتها، وكتب في ورقة المباراة العقوبات التي صدرت في حق عدة فرق، ولكن لم يقل أن المباراة توقفت أو غادر المنتخب السنغالي أرضية الميدان. هناك أشياء تحاك ضد المنتخب السنغالي من طرف أيادي من الكاف وأيادي خارجة عن الكاف. لهذا أنا أقول، ولكن المنتخب السنغالي أو الاتحاد السنغالي لديه أمل في المحكمة الرياضية الدولية من أجل استرجاع هذه الكأس التي فاز بها بعرق جبينه داخل أرضية الميدان. شكرا. ذكريني بلغة القانون شرح كل شيء، وبلغة الإقناع أيضا صحب تركه.